سلام الحباب، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا هاد لا فيديو. الوصفه تاع اليوم هما هاد لي مادلا اللي راكم تشوفوهم، جاو روعه البنات، خير من اللي يشروهم من برا، جاو خفاف وهشاش. حنعطي لكم دي زاستيس تولوا ديروهم وما تزيدوش كاع تشروهم من برا، جاو روعه في البنه تاعهم. نروح على بركه الله نبداو نوجدوا فيهم. اول حاجه نشد كاس تاع الحليب ندير لهم غرفه تاع الخل، نحطو للطرف ونجيب ريسيبي ونحط فيها 2 حبات بيض، قرصه تاع الملح، مغرفه صغيره تاع لافاني، ونجيب كاس ناقص اصبع تاع السكر. نخلط هذو المكونات كامل حتى يضاعف الحجم تاعهم، ومن بعد نبدا نزيد هذاك الحليب اللي درت له مغرفه تاع الخل. نزيد البنات نص كاس تاع الزيت، نزيدو شويه على نص كاس، نزيدو هكذاك غير بالعقل. هذه هي لاستيس الاولى البنات، ندير مغرفه كبيره تاع معجون المشماش، نخلطهم ومن بعد نبدا نزيد المكونات الجافه. درت هنا الكاس الاول تاع الفرينه غربلته، ومن بعد ندير كيس ونصف تاع الخميره الكيميائيه. درت هنايا الكيس الاول، والكاس الساشي الثانيه ندي منه مغرفه، يعني نص تاعها، نغربلهم كيف كيف. ومن بعد نزيد الكاس الثاني تاع الفرينه، نخلط هذو المكونات كامل. هنا البنات زدت 2 مغارف، يعني الخليط هذا دالي 2 كيسان و2 مغارف. هنايا هذه لاستيس الثانيه البنات، غلفوا الخليط تاعكم ولا غطوه وديروه في الثلاجه يرتاح واحد 6 سوايع، يعني كي ديروه الصباح خلوه حتى العشيه باش طيبوه. راكم تشوفوا الخليط تاعي كيفاش تقلي. هنا جبت لي الليمون هذو تاع لي مادلان، درت لهم لي كيسات ونبدا نعمر لي كيسات تاعي حتى للنص، ما تعمروهمش مليح باش ما يفيضولكمش. نعمر كامل لي كيسات تاعي، ومن بعد نزينهم. النص زينته بالسكر، درت له هكذا غير السكر من الفوق، والنص درت له كاوكاو ايفيلي. نديرهم يطيبوا على درجه حراره 180. نقصوا لهم البنات، ما تخلوهمش يتحرقوا لكم، وحمروهم من الفوق ونتحصلوا على هذه النتيجه الرائعه. راكم تشوفوا جاو طالعين وخفاف. انا هذه الكميه دارت لي 15 حبه، وراكم تشوفوا الحبه راهي كبيره. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتضربوا طلع على القناه وتشتركوا، ونتلاقوا ان شاء الله في وصفات واحده اخرى. يبقى على خير.